السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في القناة تاعي. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك، دعمونا خوتي بلايك والاعجاب باش الفيديو يوصل وفرجة ممتعة. شكرا جزيلا. 16 مواجهة الأولى مالي ونيجيريا. مين يعرف؟ مالي ونيجيريا. هميل لنيجيريا لأن منتخب نيجيريا وصيف البطل ومنتخب كبير في البطولة الأفريقية. بكل تأكيد نيجيريا تعدي مالي. المجموعة اللي وراها السنغال والجابون. أسود الترنجة طبعا صح. ساديو ماني وبقية اللاعبين وبقية النجوم، فأعتقد منتخب السنغال الأقرب بشكل كبير. السنغال. مصر في مواجهة الرصاصات النحاسية منتخب زامبيا بذكريات 2008 الماتش اللي علقها تعليق في بطولة الكان في 2008، وإن شاء الله بإذن الله منتخب مصر إن شاء الله منتخبنا الوطني. كوتيفوار بوركينا فاسو. طبعا منتخب كوت ديفوار منتخب قوي جدا من المنتخبات القويه والمنتخبات المنافسه بقوه على اللقب. صح. في هذا وحامل اللقب بكل تاكيد بقياده امرس فايه. المواجهه اللي وعديها جنوب افريقيا في مواجهه الكاميرون. مباراه قويه، مباراه متكافئه بين المنتخبين. المنتخب الكاميروني منتخب يعني تشعر ان هو لسه بيعمل جيل جديد، ما فيش الاسماء الرنانه بقيمه صامويل ايتو والبقيه اللاعبين، فممكن اقول لك الكاميرون هي الى حد كبير ممكن الاقرب بالتاريخ الكبير بتاعها. المغرب وغينيا الاستوائيه دي المواجهه القادمه. المنتخب المغربي طبعا وليد الركراكي ومجموعته والاسماء الرنانه الموجوده في المنتخب المغربي والتطور الغير عادي صح في كره القدم المغربيه. مواجهه صعبه كمان في دور ال 16 ما بين منتخب الجزائر ومنتخب الكونغو الديمقراطيه. عاجبني منتخب الكونغو الديمقراطيه، فريق متطور بشكل غير عادي جدا وفريق قوي، واعتقد هتكون مباراه صعبه للمنتخب الجزائر. ولكن احنا عارفين الجزائر، عارفين الحميه والروح والاداء القتالي والرجولي، فاعتقد منتخب الجزائر بنسبه كبيره الاقرب للوصول. عظيم. المواجهه الاخيره من دور ال 16 هي مواجهه نسور قرطاج منتخب تونس ومنتخب انجولا. منتخب تونس يمكن الى حد ما في تراجع الى حد ما في الاداء، شفناه في البطوله العربيه لم يظهر بالمستوى الجيد، خرج من دوري المجموعات. منتخب انجولا من المنتخبات القويه الموجوده في القاره السمراء، ولكن بحب تونس فاكيد اتمنى تونس كمان عندها عدد كبير من اللعيبه اللي لعبوا عندنا، فالجماهير الكره المصريه كمان بتبقى متابعه اكيد كل المنتخبات العربيه، لكن معلول وفرجاني وبالرمضان والجزيري طبعا وكل النجوم الكبار دول. كابتن حضرتك بتوقعاتك وصلتنا لمواجهه في منتهى الاهميه وهي مواجهه نيجيريا والسنغال، دي واحده من كلاسيكيات الكوره في افريقيا. مواجهه افريقيه من نوع خاص. صح. بين منتخبين لهم باع طويل جدا في المشاركات الافريقيه، والمنتخبين كمان حققوا لقب هذه البطوله من قبل. اعتقد ممكن منتخب السنغال يكون الاقرب للفوز. اذا السنغال يعبر منتخب نيجيريا ويوصل لدور قبل النهائي. مواجهه اخرى معتاده وهي مواجهه مصر وكوت ديفوار في دور الثمانيه. ذكريات نهائي طبعا 2006 مصر 2006 وفوزنا بضربات الترجيح، وفي 2008 فوزنا 4-1 برضه. لينا مشاركات كتيره معاهم دايما، والحمد لله والشكر لله دايما كعبنا عالي عليهم. عظيم. ان شاء الله باذن الله نفوز ونتاهل باذن الله للمرحله القادمه. يبقى باذن الله منتخب مصر يقدر يعبر موقعة كوت ديفوار. الناحيه الثانيه هنشوف مواجهه في منتهى الاهميه ما بين الكاميرون والمغرب. طبعا ماتش تقيل جدا جدا. صح. من الماتشات اللي تكون ممكن نقول نسميها نهائي مبكر بين برضه مصر وكوت ديفوار، نهائي مبكر طبعا. اعتقد برضه المباراه دي هتكون صعبه جدا، ولكن منتخب المغرب اكيد عامل الارض والجمهور والمسانده والحماس والحميه الموجوده هتكون لصالح المنتخب المغربي. يبقى المغرب يعبر كوت ديفوار، والمواجهه عربيه ما بين تونس والجزائر. مواجهه عربيه من نوع خاص بين منتخبين لهم مكانه كبيره ولهم جماهيريه كبيره جدا جدا، ودايما الدربيات العربيه والدربيات